تاني يوم الصبح القس بيتر بياخد عربيته ويروح المينا عشان يستقبل صاحبه اللي اسمه أولافي، وفضل مستنيه فترة كبيرة في المينا. وفعلا بنشوف أولافي ماسك الشنطة بتاعته وراكب المركب، وخلاص بعد شوية هيكون في المينا. والقس بيتر لما شافه كان فرحان جدا لأنه من زمان ما شافوش، علشان كده لما شافه خده بالحضن وسلم عليه سلام غالي. بعد كده هما الاتنين ركبوا العربية، وبيتر فضل يسأله عن أحواله وأخباره وإذا كان اتجوز ولا لا. راح أولافي رد عليه وقال له كله تمام، وعرفه إن هو لسه لحد الآن ما اتجوزش بسبب اللي حصل ليه من حبيبته الأولانية اللي غدرت بيه وتخلت عنه. وبيعرف بيتر إن هو كان بيحبها جدا وعمره ما هيلقى واحدة زيها، علشان كده مش بيفكر يرتبط بأي حد تاني. وراح القس بيتر قال له يا عم الحياة مش بتقف على واحدة، ولازم تعيد تفكيرك مرة تانية، لأن البنت اللي كنت بتحبها زمانها اتجوزت وعايشة حياتها. بعد كده القس بيتر بيعرفه إن هو كمان اتجوز، لكن لحد دلوقتي ربنا ما رزقوش بأولاد. ساعتها بنعرف إن القس بيتر بيثق في صاحبه أولافي جدا، علشان كده هيخليه يقعد معاه في البيت. بعد كده بيوصلوا البيت، لحد كده الأمور تمام وعشرة على عشرة ومفيش أي حاجة غريبة. في المشهد اللي بعد كده أولافي بيعجبه المكان جدا، وإيلي وقتها كانت موجودة في المطبخ، ولما سمعوا الصوت ما راحت عشان تستقبلهم، وبالشويش راحت عند الشباك علشان تشوف صاحب جوزها اللي عمال يحكي لها عليه. وقتها إيلي اتفاجئت إن صاحب جوزها وحبيبها الأولاني اللي غدرت بيه وسابته ومشت، واللي كان بينهم قصة حب كبيرة. وساعتها من الصدمة ما كانتش عارفة تتصرف ازاي أو تعمل إيه، وخاصة إن جوزها بيتر ما يعرفش أي حاجة عن ماضيها وأي حاجة كانت بتعملها قبل الجواز. علشان كده إيلي ما كانتش عاوزة تخرج وتقابله، لكن جوزها بيتر بينادى عليها علشان تسلم على صاحبه. وقتها التوتر والقلق سيطروا عليها، علشان كده اضطرت إنها تطلع وتسلم عليه لأنها مش عاوزة جوزها يحس بأي حاجة. وقتها صاحب جوزها أولافي اتفاجئ هو كمان، وما كانش مصدق اللي شايفه إن حبيبته اللي خانته متجوزة أعز أصحابه، علشان كده ما كانش عارف يتصرف ازاي. لكن في النهاية أولافي سلم عليها لأنه مش عاوز صاحبه يحس بأي حاجة. وساعتها هما الاتنين من غير ما يتكلموا خبوا العلاقة اللي كانت بينهم عن القس بيتر. بعد كده يا معلم إيلي سابتهم ودخلت المطبخ مرة تانية، وهناك انهارت وفضلت تبكي وتعيط على اللي عملته في حبيبها الأولاني أولافي. وساعتها بنعرف إن إيلي فعلا من أسرة فقيرة، وكانت بتحب أولافي قبل ما تتجوز بيتر، وأسرتها رفضت إنها تتجوز أولافي لأنه من أسرة فقيرة بعكس القس بيتر. علشان كده أهلها غصبوها إنها تتجوز القس بيتر، وهي عشان بتحب أسرتها ضحت بنفسها وضحت بحبها واتخلت عن حبيبها أولافي وسابته ومشت. علشان كده إيلي كانت في حيرة من أمرها ومش عارفة تتصرف إزاي أو تعمل إيه، لأن أولافي أعز أصحاب جوزها وكمان حبيبها القديم. لكن إيلي بتحاول تتماسك وتسيطر على روحها علشان القس بيتر ما يشكش في أي حاجة، وإنها كانت على علاقة قديمة مع صاحبه. وفعلا بدأت تحضر لهم غدا هما التلاتة علشان تخلي الأمور طبيعية. وساعتها حبيبها أولافي كان بيبص عليها من وقت للتاني وهم قاعدين مع بعض بيتغدوا من غير القس بيتر ما يحس بأي حاجة.